العقل. الجزء التاسع والأخير معانا التغيير الفردي والتغيير الجماعي. مش بس التغيير بيبقى متوقف على الفرد ولكن على الجماعة كمان. الجماعة ممكن تتغير بتغير الفرد. يعني لو انت في أسرة وابتديت تعيش فعلا إحساس إيجابي، هتبص هتلاقي الأفراد اللي حواليك أو الناس اللي حواليك ابتدوا يتأثروا فعلا بالتفكير الإيجابي ده، وفي ناس هتبتدي تقلدك وفي ناس هتبتدي فعلا تخش معاك في دايرة الطاقة الإيجابية الجديدة. ولما مجموعة ناس بينسجموا بمشاعر وطاقة إيجابية جديدة بيقدروا يأثروا على المجتمع أو الأفراد أو المجموعة اللي حواليهم. كنت اتكلمت في فيديو قبل كده وقلت إن الطاقة عاملة زي ما الواحد بيتاوب. كتير مننا بيبقى قاعد مع حد وبعد كده الحد ده بيتاوب وتلاقي نفسك لا إراديا بتتاوب. إيه السبب؟ احنا متصلين ببعض. لذلك الطاقة، اذا كنت انت انسان ايجابي وقاعد مع انسان سلبي، هو هيمتص الطاقة الايجابية اللي عندك دي. فبرضو خليني افكركم وافكر نفسي، حاول تبعد عن الناس السلبيين، وافتكر ان انت دايما تكون في مجتمع او تحاول فعلا تدور على الناس الايجابيين، ويكون هو ده الموجات او الشحنات اللي انت دايما موجود فيها. وبكده نكون وصلنا لاخر جزء في الفيديو.